بذات صباح خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده فاتجه إلى بيت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، فوجدها تذكر الله تبارك وتعالى. تركها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى بعض حاجته، ثم عاد بعدما أضحى اليوم. عاد فوجدها على نفس هيئتها جالسة في مصلاها تذكر ربها تبارك وتعالى، فقال لها: أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ ثم قال لها: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني قلت بعدك ذكر يساوي هذا الذكر الذي قلتيه في هذه الساعات. ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صباح الخير. هلا، الواحد بقاله كتير ما بيصورش خالص، او بيصور صراحه لكن مفيش حاجه بتنزل، ولكن ان شاء الله الفيديو ده هينزل على طول باذن الله. فبس حاليا ان شاء الله رايحين نفطر مع الشباب، مع الصحبه كلهم يعني، اللهم بارك، ومتحمس اليوم ده جدا. فبس خليكم معانا ويلا بينا عشان انا متاخر على الشباب جدا يعني. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتوا النمط خليل طارق خليل فهذا؟ فهذا شفته شوية من ماليش في السوبيا قوي. اللهم بارك. معمول باحتراف. هو لا، والفكرة حلوة الصراحة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، كآبة المنظر، سوء المنقلب في المال والأهل. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فتخيل بقى في اللحظة دي والنبي ماشي وهو شايف الدنيا الفاضية دي، بيسأل نفسه السؤال اللي هو: ياه، تخيل الفراغ ده ربنا سبحانه وتعالى يحييه كله تاني. وهو بيفكر قام ميت. هو افتكر ان هو نام، الدنيا كانت نهار، صحي بالليل، صحي بيدعك عينيه مش عارف كذا بتاع، لا الدنيا ضلمت. ماشي، نمت لي كام يوما او بعض يوم، نمت لي كام ساعة. لا، صوت بيكلمه، الله سبحانه وتعالى بيكلمه عز وجل، فبيقول له: كم لبثت؟ فالنبي رد: لبثت يوما او بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. بالله عليك، حال النبي ده كان عامل ازاي اول ما سمع بل لبثت 100 عام؟ خض ورعب رهيب. اهلي ما عادوش موجودين، صحابي، اتباعي، زوجاتي، اولادي، مالي، بيتي، اسرتي، بلدي، 100 سنة. ده حياتك انتهت، حياتك كلها انتهت. وفي خضم الحالة النفسية الشديدة اللي هو فيها والرعب والاستغراب والدهشة وعدم الفهم اللي هو موجود فيه، الله سبحانه وتعالى يقول له: بص يمينك وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، العنب زي ما هو، العيش زي ما هو. لا، 100 سنة ازاي؟ وانظر الى حمارك، بص على شماله، لا الحمار بتاعه عظم ورماد موجود في الارض. برضه مش فاهم ازاي الحالة الدهشة والاستغراب اللي هو فيه. ازاي نمت 100 سنة؟ ما هو طعامي زي ما هو. طب الحمار اختفى. وبعد كده الله سبحانه وتعالى، تخيل كده، الله سبحانه وتعالى يرفع العظام في الهواء، العظام تتركب على بعض، يتشكل اللحم والأوردة قدام عينيك، والجلد يغطيها، والشعر ينبت من الجلد، والودان تطلع، والحمار يصدر نهيق، عزكم الله. تخيل الحالة بتاعته هنا كانت عاملة ازاي فعلا. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. مفيش حاجة تانية غير كده تتقال في موقف زي ده أصلا.
محتاج جاكيت، الجو حلو. نصلي العصر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا بمرض الله. السلام عليكم. الاخبار حبيبي عامل ايه؟ تمام؟ السلام عليكم. الاخبار بدري ايه؟ تعالى فيها انت لفينا منها 4 مرات. محمد كل شويه يقول لك ايه؟ وحشني. يقول لك دي يا باحثا عن خير صاحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء. تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين خير الخلائق وهو خير المرسلين، وتمسكوا بكتابهم وبآيه عملوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سأله كان احد الصحابه ده كان عنده اراضي، تمام؟ اراضي ابل وحاجات زي كده، فكان عنده جزء من الارض ما بيستخدموش، وطلب احد الصحابه من الصحابي ده ان هو يعيره الارض دي، يأجرها منه على ان هو يزرعها وان هو يشتغل فيها، وايه خراج الارض دي تبقى للصحابي الاولاني. فراحوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ازاي المعامله دي المفروض تتم ما بينهم، الحكم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم اللي هو لماذا لا تهب هذه الارض لاخيك؟ فهو الاصل سبحان الله. اتفرج بقى على قصص بقى الاخوه بين الصحابه، هتفتكر كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه لما بيقول لك ايه؟ اني اجدد اسلامي كل يوم. وكلمه بسم الله ايه يا عم حاج، وكلمه دكتور ابراهيم الشربيني كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا لسه بدري قوي على ما نوصل للاسلام اللي ربنا عايزه. لما يحكي القصص دي اللي هو تخيل مثلا انت عندك عربيه، مثلا عندك عربيتين، واحده عاديه واحده بتاعتك انت شغال عليها، تمام؟ تخيل مثلا ان انت عربيتين دول واحد صاحبك عايز يجي مثلا ياخدها منك يشتغل عليها اوبر وايه، وانت ليك نسبه. فالصحابه بقى لما كانوا بيعملوا حاجه زي كده، لا يا عم خد العربيه مش عايز اصلا. ولا عندك عبد الرحمن بن عوف، ولا عندك شقتين مثلا، يلا نقسمهم نصين وزوجتي خد الحلوه وسيب لل انت متخيل الناس دي كانت بتفكر ازاي؟ انما المؤمنون اخوه فعلا. الله المستعان. وايه سبحان الله، دول يعني ده كان بسبب سلامه القلب. الله سبحانه وتعالى في سوره الحشر ايه؟ الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. هي دي، هم كانوا مع بعض يعني، بص زي اكتر من الاخ لاخوه. مكان هنا مريح بالصفا، وبال من عاش الحياة بقربهم، صحب كرام لا يملون العطاء، صحب بهم يحلو ويزدان اللقاء، وبقربهم تحيا وتشعر بالصفا، طوبى لمن عاش الحياة بقربهم، صحب كرام لا يملون العطاء. هو الواحد ما يعرفش يخرج لوحده، حتى الجنه ما تعرفش تخشها لوحدك، تخشها يعني، فاهم؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ولا تعد عيناك عنهم، صحبتك ما تبعدش صحبتك في العلبه دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيقول لك انا بتعامل معاه معامله ساذجه جدا. ربنا كبير وربك رب قلوب تخيل مثلا انت قاعد مثلا في السعوديه بقالك 10 سنين، وابوك باعت لك رساله، ولا مراتك ولا حبيبتك بعت لك رساله، ومراتك مثلا في الغربه بقالك 10 سنين وبعت لك جواب، هوبا الله جواب جاي من مراتي، واخد مراته وحطه على الحيطه. بعتت لك الله جاب حطها له على الحيطه، الله جاب مراتي، قمت واخد الجواب وقمت حاطه على الحيطه. فمراتك جات لك بعد كده، فين الجوابات؟ انا مش قايله لك بيع الارض، ارض اوليه، انا بعت لك كام جواب قبل كده،
انت خدت الجواب حطيته على الحيط وما شفتش ايه اللي جواه. نفس كده انت تعمل المصحف بنفس الطريقه دي كده بالظبط. تاخد الكتاب حطه في حته. نفس المثال ده كان قال لك ان حد من مدير شركه، طبعا ولله المثل الاعلى، مدير شركه انت شغال فيها، والمدير ده جمع كل الناس وقال يا جماعه في امر مهم جدا يخص الشركه ولازم كله يحضر. حلو جدا. مدى اهتمامك باللقاء ده عامل ازاي؟ مستقبلك، مش انت راجل متجوز وعندك ولاد وده شغلانتك الثابته احتمال تترقى فيها ومرتبط جدا بالمكان، مدى اهتمامك بالحوار ده ايه؟ القرآن ده اخر انذار للبشريه. يعني سيدنا النبي لما طلع في الرحله بتاعت الاسراء والمعراج لقى ملك شاخص بصره نحو العرش، فقال من هذا؟ قال إسرافيل. ماسك البوق ومتأهل بيقول هو ماله. راح سيدنا جبريل قال له ده منتظر إشارة من الله عشان ينفخ في السوق. شايف يعني قريبة من امتى؟ انت بتقول لي تلاشاني عشانك مش عشاني، نظرتك قدام الناس مش جاي مني في تاني عشان اللي جاي مني تاني. قد الدنيا في وسط اخواتي وكلها قطع ان احنا تقيل. انا اسكت، انا اقول ايه بعد ده؟ انا اسكت. العيال بص عزيزه. دلوقتي في اليوم الحمد لله رب العالمين. رحت الشحن والله. ايه؟ مجرد رحت الشحن، انا اتشحنت يعني بالظبط. حاسس الواحد كده فاهم قلبه يعني فاهم نضف. بالذات الصلاه في جامعه الازهر كانت عظيمه صراحه يعني. الله يبارك. برغم 23 ركعه بس يعني ايه الاجواء الايمانيه عاليه والله. يعني الواحد بيتشجع، يعني الواحد بالذات في نص رمضان الواحد بيعطل اصلا فاهم كده. والله المستعان. الحمد لله. الركب ده يا جدعان كورس التخطيط ولا ايه؟ اشتركوا يا جماعه في كورس ادرك عمرك. عملوا به دوما فنعم العاملين. صحب بهم يحلو ويزداد اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء. طوبى لمن عاش الحياة بقربهم صحب كرام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ضعيف. حديث صحيح. وهذا رجل لا يفقه شيئا. لا تصدقوا. سيدنا النبي قال من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعد الله بينه وبين النار 7 خنادق ما بين كل خندقين 500 عام. فمين هيعزمني؟ ادفع ابراهيم. الو قابل. يا معفن عشان 35 كده. الإمام الشافعي كان عنده خاتم اسمه والله ثقة الشافعي، فمن على ثقة بالله ان هو يجمعنا. يعني احنا ما عندناش زي ما الشيخ بيقول، بس هو قادر سبحانه. ربنا يجمعنا دايما في الخير. اللهم امين. بجد هنمشي ونسيب بعض؟ لو خلصنا نفسنا يا جدعان. ايها المؤمن يا عبد الله. بقربهم السعادة والنجاة. درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء. درب المعالي دربهم